السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله للمتابعين الأوفياء. فتهانينا للمشتركين والمتابعين بوصول القناة إلى 1000 مشترك وأكثر. الحمد لله. فهذا العمل ماشي سهل، لأنه هذا المحتوى هذا راه أصعب ما يكون الصراحة. فما نساوش أننا نهنئوا إخواننا اللي في الجزائر والعراق ومصر وتونس والسعودية كذلك لكي يتابعونا. شكرا على وصول القناة إلى 1000 مشترك. فهذا العمل ماشي سهل في هذا المحتوى اللي هو محتوى ديال الحلويات والطبخ، يعني أصعب ما يكون في هذا المحتوى باش أنك توصل لهذا 1000 مشترك. فمرة أخرى كنشكر جميع المتابعين والمشتركين في هذه القناة. إن شاء الله هذه راه البداية ماشي النهاية. فإن شاء الله كنوعدكم بوصفات مميزة إن شاء الله اللي غترفع هذا الشأن ديال هذه القناة. فكنتمنى ما تنساوش لي لايك في هذا الفيديو هذا. بغيت هذا الفيديو يطلع في لي لايك، الله يجازيكم بخير. اللي شاهد الفيديو وتبع الفيديو حتى لهذه المرحله هذه يضغط على زر الاعجاب، وشكرا. فعلى بركه الله كنبداو الوصفه ديال اليوم. هي هذا الدانيش ديال لاكريم اللي هما اسهل ما يكون، والانسان يبدع شويه. فهادوم بلا بات فيلتي، كيداروا بلا بات فيلتي حتى هما. كنحاولوا انهم نقطعوهم مربعات، والعجينه كتكون رقيقه شيئا ما باش ما تبقاش معجن لينا الوسط. بالنسبه لاباط فيلتي راه عندنا فيديو في القناه موجود، اللي بغى يعرف كيفاش يعجن لاباط فيلتي فهو كاين فيديو في القناه. فكنقطعوها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. ما كنقطعوهاش كامله، ما كنكملوش تقطيعها، كنقطعوا الجوانب بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وراه هذا الشكل غيوضح لكم كيفاش كتقطعوا هذه المربعات، والطريقه راه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. فكنحاولوا اننا كنديروا شي حاجه اللي يستطيع يديرها اي واحد في الدار في المنزل، يعني ما كنصعبوش على الناس الوصفات، باش كل واحد يقدر يديرها في دارو. ومن طبيعه الحال انها تكون وصفه اللي فيها حاجه مزيانه، ماشي غير كما كنقولوا ماشي غير الدقيق والماء، يعني تكون شي حاجه اللي فيها البيض وفيها الزبده. كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، راه هذه التقطيعه اللي درت هاد جوج شكايلات هادو، هاهما راه بينتها لكم في هذا الرسم هذا. وبالنسبه للاكريم اللي غنستعمل في هاد الدانيش، راه المقادير ديالو كاينه 180 غرام ديال السنيده و180 غرام ديال البودر ديال لاكريم باتيسير، وتقريبا كيلو ديال الحليب ولا الماء على حسب كل واحد. ملي كنوجدوا لاكريم ديالنا كنديروه يبرد، وملي كيبرد راه كنطحنوه
باش يولي جاري شويه. ملي كنطحنو واحد شويه باش يولي جاري سهل علينا نخدمو به. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ملي كنصايبوا لاكريم بانسير ديالنا كنديروه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، كنخرجوه كنطحنوه ولا كندوزوه في مولينيكس. وديك الساعه كنخدموا به باش يسهل علينا نخدموا به. فبالنسبه لاباط فيلتي كاينه اشكال بزاف اللي بنادم يبدع فيها بوحدها، يعني كاين ما يدار. فكما كتشوفوا فكنبقاو بهذه الطريقه حتى كنساليو هاد لي دانيش ديالنا وكندهنوهم بالماء على الاطراف باش يلصقوا لينا ملي كنديروا لاكريم. الا كنتي اول مره كتشاهد القناه فانضم للقناه واشترك باش ديما يوصلك الجديد. فكما كتشوفوا كنديروا لاكريم بهذه الطريقه على حسب الكميه ديال لاكريم اللي بغا. صافي كنسدوهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا امامكم، فهما كيجيو رائعين الصراحه. ملي كنساليو في السدان ديالهم راه كندهنوهم بالبيض وكنسخنوا الفران على درجه الحراره 170 قبل ما نديروهم، فلازم انه الفران يكون سخون. نتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو يضغط على زر الاعجاب باش تساعد هذا الفيديو باش يوصل للجميع، وبارطاجي مع الاصدقاء. نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم كاملين. بعد ما سالينا كنتهنوا هاد الدانيش ديالنا بالبيض كما قلنا قبيله، وكندخلوهم الفران على درجه الحراره 170. اي واحد بقى في هذا الفيديو حتى لهذا الوقت نتمنى يضغط على زر الاعجاب ويشترك في القناه الا ما اشتركش. وشكرا للمتابعين كاملين اللي وصلونا 1000 مشترك. وبالضبط كنشكروا اخواننا في الجزائر وفي مصر وفي السعوديه والعراق كاملين، وجميع المتابعين في الدول العربيه وفين ما كانوا. كنقول لهم شكرا بزاف، وان شاء الله كنوعدكم بوصفات جديده ان شاء الله. ها الوصفه ديالنا هي وجدات تبارك الله، راه محمرين وزوينين، اللون ذهبي. كيبقى لنا اننا ندهنوهم بشويه ديال الناباج باش كيعطيو اللون اللي كيبري، وكنقدموهم
وفي الأخير كنقول لكم شكرا مرة أخرى، كنتمنوا أنكم تجربوهم، فهما رائعين رائعين الصراحة. شكرا بزاف، إلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي للجميع. Thank you.